ما زال الخلاف قائم بين النادي الأهلي واتحاد الكرة المصري أو المنتخب الوطني لكرة القدم. كلام غريب وعجيب، يعني لما يقول لك في خلاف بين نادي وبين منتخب حاجة ما بنسمعهاش كتير، لكن دايما بنسمعها بين النادي الأهلي والمنتخب، بين نادي الزمالك وبالمنتخب. احنا هنا بنتكلم بصوت الأهلي وبصوت الزمالك، بصوت الداعم للأهلي والداعم للزمالك، بصوت الناقد للأهلي وبصوت الناقد للزمالك. احنا مش مع حد ضد حد، ومش ضد حد ومع حد. اهلا بيكم فيديو جديد من قناتكم الزمهلاوي. لو ما فعلتش الجرس واشتركت في القناه اشترك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. زي ما قلت لحضرتك كده، الخلاف قائم بين النادي الاهلي وبين المنتخب القومي، وبالتحديد بين اداره النادي الاهلي وروي فيتوريا وحازم امام وعامر حسين. هي دي الاطراف اللي في الصوره، هي دي الاطراف المعنيه بالخلاف. النادي الاهلي ممثل في الكابتن محمود الخطيب واداره النادي الاهلي، واتحاد الكوره ممثل في روي فيتوريا مدرب المنتخب القومي، وحازم امام وعامر حسين المسؤول عن اللجان ومسؤول عن اتحاد الكوره. فالخلاف ما زال قائم، واحنا ما بنشوفهاش كتير في اي مكان في العالم ان يكون في خلاف بين نادي وخلاف بين المنتخب. لكن النادي الاهلي في الساعات القليله اللي فاتت دي ابدى ليونه ومرونه، وقال لك انا هسيب اللعيبه بتاعتي يتفضلوا في ماتش اثيوبيا الرسمي، لكن في ماتش تونس سيبهم لي. وانا طلعت اتكلمت من شويه في فيديو من شويه، قلت يا جماعه اللي عمل المشكله دي هو الاتحاد الافريقي لكره القدم. انتم مخرجينه بره الحساب ليه؟ انتم مخرجين الاتحاد الافريقي ليه؟ الاتحاد الافريقي رمى القنبله وسابها وجري، يعني رمى القنبله في مصر في اتحاد الكوره والمنتخب القومي والنادي الاهلي وسابها وجري. الاتحاد الافريقي هو من افتعل هذه المشكله علشان خاطر الاعلانات وعشان خاطر الراعي، وزنق ماتش السوبر الافريقي يوم 15 سبتمبر في السعوديه. وكمان الاهلي كان عنده ماتش في دوري ابطال افريقيا مع سان جورج، وللاسف يعني هو رحل الماتش. طب ما كنت تاجل الماتش ده كمان وترحل ماتش الاهلي مع اتحاد العاصمه الجزائري في السوبر الافريقي، رحله 48 ساعه مثلا. يعني كان ماتش تونس هيبقى يوم 12، بدل ما يبقى ماتش السوبر الافريقي يوم 15 خليه 17. يعني 12 من 17 فل الفل ولوز اللوز وعنب العنب، والنادي الاهلي ولا يتكلم، مش هيتكلم، مش هيفتعل مشكله. لكن النادي الاهلي فعلا عنده مشكله، ان عايز اكسب السوبر الافريقي، وعايز كل لعيبتي، وعايز كل القوه الضربه بتاعتي ما تنزلش عنها. وفي نفس الوقت منتخب مصر ما عندوش مدافعين. يعني انت هتقابل تونس، سيبك من اثيوبيا، هتقابل تونس من غير مدافعين. الونش مصاب، ما عندوش غير مين؟ حسام عبد المجيد اللي لسه لاعب شاب ولسه لاعب في بدايه الخبرات. يعني مين قول لي؟ علي جبر خبره، بس علي جبر تقل شويه. هتلاعب مين تاني؟ ناصر ماهر ولا اسمه باهر محمدي؟ هتلاعب مين؟ فالنادي الاهلي يعني له حق ومالوش حق، المنتخب له حق ومالوش حق. واللي عمل الكلام ده قلت لكم والله الاتحاد الافريقي لكره القدم. يا جماعه ما تخاطبوا الاتحاد الافريقي، ما ياجلها 24 ساعه ولا 48 ساعه. ما ياما ماتشات اتاجلت 24 ساعه و48 ساعه عشان خاطر ماتش امطار، عشان خاطر عواصف، عشان خاطر الكلام ده. ايه المشكله؟ الجا للاتحاد الافريقي ياجلها لك يوم او اتنين، بس دي المشكله. النادي الاهلي النهارده كان في معسكره في النمسا، كان في ماتش المفروض يتعمل ما اتعملش. يقال انه ما اتعملش لان في بعض الاصابات في الفريق، في بعض الاصابات في الفريق وخافوا على الفريق. ما هو برضه يعني انت لسه جاي من راحه طويله وراحه سلبيه، علشان تبدا تلعب ماتشات هيبقى صعب جدا. انت لسه داخل المعسكر يوم 28 هو اول امبارح، هتخش سخن كده على الماتش، هتقول ماتش فريق درجه ثالثه في النمسا، ماشي مش مشكله، لكن ابدا سخن كده بقى واحده واحده. النادي الاهلي بيشتغل باسلوب علمي، مفيش مشكله، تمام التمام، لكن خاف على لعيبتك وما تلعبهمش دلوقتي، بلاش ماتش ودي دلوقتي. انما الاهلي لغى الماتش، كويس انه لغى الماتش. الخبر اللي بعد كده بقى عمار حمدي ما راحش تدريبات سيراميكا خالص، وما راحش المعسكر خالص، وسيراميكا قال لك ده هو بره حساباتنا ومش عايزينه وهنرجعه للنادي الاهلي. وعمار حمدي عايز يروح المقاولين العرب، فهل النادي الاهلي هياخد عمار حمدي يرجعه ويوديه المقاولين العرب ويفسخ التعاقد، ولا ايه اللي هيحصل في الايام اللي جايه؟ عمار حمدي بصراحه تصرف غريب جدا. يعني انا سيراميكا كليوباترا من الفرق المحترمه، لسه واخد البطوله بتاع اللي هي النخبه دي ولا بطوله الاتحاد دي، فانت ليه سايبها؟ ليه مش عايز تروح براحتك؟ هو حاجه غريبه صراحه، بس هو تصرف غريب. فروح المقاولين يا عم مفيش مشكله. نادي الزمالك، بنتكلم على نادي الزمالك دلوقتي برضو نفس الكلام. قلنا الضرايب يا جماعه ازاي وصلت مليار و200 مليون جنيه مصري ضرايب على نادي الزمالك.
هو انتوا كنتوا بتعملوا ايه في النادي؟ هو انتوا كنتوش بتدفعوا فلوس ليه؟ يعني مش فاهم انا. يعني انا مش فاهم نادي الزمالك هل مثلا ملوش صحاب يدوروا عليه؟ هل نادي الزمالك مثلا دي يعني ادارات سابقه؟ طب الضرايب ما طلبتش؟ طب الضرايب ما بتاخدش اول باول؟ طب الزمالك ما كانش فيه فلوس؟ طب انتوا بتمضوا لعيبه بمبالغ خياليه ليه؟ انا شايف ان نادي الزمالك يا جماعه بيقع. نادي الزمالك بيقع، واحنا هنا بنقول احنا مش مع حد ضد حد، احنا بنتكلم بلسان الاهلي وبلسان الزمالك، وبلسان الداعم للاهلي والداعم للزمالك، والناقد للاهلي والناقد للزمالك. عاجبك على كده اهلا وسهلا تشرفني، مش عاجبك هتشرفني برضه وعلى راسي من فوق. بس انا شايف ان احنا ناخد فكر جديد ونسلك فكر جديد. احنا مش مع القنوات او اليوتيوبرز اللي بيطلعوا يشتموا هنا علشان يستجدي عطف الجمهور ده، ويطلع يشتم هنا عشان يستجدي عطف الجمهور ده او يكسب الجمهور ده. احنا مش مع حد، وده مش اسلوبنا، ان احنا السب والشتيمه ده مش بتاعتنا خالص. احنا مع الاهلي في الصح ومع الزمالك في الصح، وضد الاهلي لو في حاجه غلط وضد الزمالك لو في حاجه غلط. اتكلمنا النهارده على امام عاشور وقلنا ان الاهلي او بعض رموز النادي الاهلي او كبار النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي او شخصيات النادي الاهلي الكبيره رفضت تحضر احتفال النادي الاهلي بالبطولات. ليه؟ علشان الاهلي تعاقد مع امام عاشور. وقلنا هل انت شايف ان الاهلي غلط بالتعاقد مع امام عاشور؟ شخصيا بلسان الاهلي اللي هو مين بقى؟ الفني؟ لا، صفقه قويه جدا، قويه جدا فنيا، لكن اداريا بلسان بقى بعض جماهير الاهلي برضه غلط عشان المبادئ، لان امام عاشور طلع غلط في جماهير الاهلي وفي كيان الاهلي وفي شخصيات كبيره في النادي الاهلي. فلو اتكلمت هنا واتكلمت هنا بلسان بعض جماهير الاهلي صفقه قويه، وغص في الزمالك بلسان بعض جماهير الاهلي لا غلط لان مبادئنا وقيمنا لا. طب ما انت لو انت كنت كده بقى كنت سيب عبد الله السعيد يرجع او رجعه، ورمضان صبحي يرجع، وعصام الحضري كان رجع. اشمعنى بقى؟ بنتكلم بقى هنا وبنتكلم هنا باللسانين علشان بس ما حدش ياخد دي علينا وحدش ياخد دي علينا، واحنا لا اهلاويه ولا زملكاويه، احنا بنتكلم في الكره المصريه وعايزين الكره المصريه توصل وتكبر وتوصل لابعد حته. الكره المصريه توصل لابعد حته. حاجه كمان بقى سمعنا كمان النهارده بس كلام مش موثوق فيه، ان مصدر في اتحاد الكره بيقول لك الانديه معموله عشان تخدم المنتخب، مش المنتخب معمول عشان يخدم الانديه. وده طبعا فيه رمي كلام على النادي الاهلي، ان النادي الاهلي يعني انت فاكر نفسك اعلى من ده، كلام بقى بيتداول لكن ما نعرفش صحته. انت فاكر نفسك اقوى من المنتخب؟ احنا الاهلي والزمالك وكل الانديه عشان تخدم المنتخب، مش المنتخب اللي يخدم النادي الاهلي او النادي الزمالك او الاسماعيلي او اي حد. فانا لما احتاج اي لاعب تحت اي ظرف اخده، مش انت لما تحتاج مني انا منتخب اديك. لا. والناس قال لك الاهلي هيصعد والمنتخب هيصعد. منتخب انا اشك ان منتخب مصر يشكو الاهلي في الفيفا. انتوا بتهرجوا يا جماعه. الكلام ده انا ما اعرفش طلع منين. يعني ايه النادي الاهلي او منتخب مصر او الاتحاد الكوره يشكو الاهلي في الفيفا عشان مش راضي يدوا لعيبه؟ احنا عيال صغيره بنلعب في حاره يا جماعه. طب منتخب مصر يا جماعه اقدم نادي في افريقيا اللي اسس الكوره في افريقيا، مصر الاتحاد المصري. احنا اللي بدعنا الكوره في افريقيا من العشرينات. اول بطوله كانت في 1920. اهلي معمول 1907 والزمالك 1911. ترسانه معمول في نفس الفتره دي. سكه الحديد معمول قبل كده. فاحنا بلد كبيره قوي في الكوره. نشكي بعض في الفيفا ده الناس تضحك علينا. يعني الاهلي يلجا للفيفا عشان يشكي اتحاد الكوره، اتحاد الكوره هيلجا للفيفا عشان يشكي. ده كلام. هل هذا الكلام يرضي عاقل؟ وقلنا في الفيديو اللي فات ان الاتحاد الافريقي هو اللي رمى القنبله، هو الذي اشعل النيران فلا بد ان يطفيها، هو الذي فتح البيبان فلا بد ان يغلقها. الاتحاد الافريقي. هتنينا نادي اشد في شعري واقول الاتحاد الافريقي هو اللي بدا المشكله وهو اللي يحلها. اجل ماتش السوبر 48 ساعه او 24 ساعه هتحل كل المشاكل يا جماعه، وراح على الماتش الاهلي ثاني شويه مش مشكله. احنا داخلين على مأساة السنه الجايه، داخلين على زحمه موسم وعلى اجندات وارتباطات ودوري وكاس وسوبر والبطوله الرباعيه اللي الاهلي هدد انه هينسحب منها دي. فكان الله في عون الجماهير المصريه اللي بتتفرج على اللي بيحصل وهي زعلانه ومشمئزه. ما نتمناش الامور تسوء اكتر من كده. وفي نهايه الفيديو ما تنساش اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب وقناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الجديد. سلام عليكم.